السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طيب بسم الله. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا دايما بخير وبصحة وسلام. النهارده بإذن الله رب العالمين أولى الفيديوهات اللي هنحل فيها الكتاب الطيب بإذن الله لطلبة الثانوية الأزهرية حبايبنا، وبإذن الله رب العالمين هنحافظ على الحاجه ديت ان هي تنزل على اليوتيوب خلال الباب الاول كاملا، بدايه من الباب الثاني طبعا هتكون موجوده على المنصه. في اكيد بعض الفيديوهات اللي هتنزل برده من حل كتاب الطيب على اليوتيوب وحاجات تانية ليكم باذن الله. فتاكد ان انت موجود بس في الجروب بتاع التليجرام، هتلاقي اللينك بتاعه في الوصف بتاع الفيديو. وانا مش عايز ارغي الحقيقه، يعني انا مش عايز ارغي، احنا داخلين نحل يبقى داخلين نحل، تمام؟ يعني فيديوهات الرغي نخليها الفيديوهات الرغي، لكن احنا داخلين نحل فيلا على طول نسمي الله كده ونبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اكتب المصطلح العلمي، او طبعا احنا هنحل على المحاضره الاولى اللي نزلت من بدايه الباب الى ما قبل حالات التاكسد. طيب السؤال الاول بيقول مجموعه من العناصر في الجدول الدوري تشمل اكثر من 60 عنصر وتبدا من الدوره الرابعه. خلي بالك هنا وقال لك مجموعه من العناصر واكثر من 60 عنصر، يبقى دي بنسميها العناصر الانتقاليه. وتسكت ليه يا مستر واسكت؟ انت عارف ان العناصر الانتقاليه منها الرئيسيه ومنها الداخليه، فانت لو جودت وقلت العناصر الانتقاليه الرئيسيه غلط ليه؟ العناصر الانتقاليه الرئيسيه بالنسبه لي هم 36 عنصر زي ما هنعرف، بس خلينا نتكلم في رينج اللي هم 40، لان دي بتشيل 10 وهم موجودين في 4 دورات، يعني هم مش 60 ولا حاجه. ال 60 ده بقى لما انا حسبت بتوع الاف كمان معاهم، تمام كده، اللي هم هيطلعوا يعني حوالي كام 68 عنصر، اللي هم اكتر من 60 عنصر يعني. تمام يا بطل؟ تمام. فدي العناصر الانتقاليه بس. العنصر الذي يتتابع في امتلاء المستوى الفرعي 3 دي بالالكترونات، هو حدد 3 دي بالالكترونات، يبقى ديت على طول السلسله الانتقاليه. السؤال هو قال دي، يبقى دي الانتقاليه الرئيسيه الاولى يتتابع فيها امتلاء الثري دي موجوده في الدوره الرابعه. طيب الثانيه يتتابع فيها امتلاء الفور دي موجوده في الدوره الخامسه، والثالثه يتتابع فيها امتلاء الفايف دي وموجوده في الدوره السادسه. تمام. العناصر التي يتتابع فيها امتلاء المستوى الفرعي 4 دي بالالكترونات اهيت، يبقى دي برضو السلسله الانتقاليه الرئيسيه بس ديت الثانيه. طيب مجموعه في جدول الدوري يكون التشابه بين عناصرها الافقيه اكثر مما بين عناصرها الرئيسيه، يبقى دي على طول المجموعه الثامنه. تمام، او اكتبها بالعربي المجموعه الثامنه وخلاص. اوعى تكتب الثامنه بي، هي اسمها المجموعه الثامنه وسكتنا، مجموعه الثامنه بس. العنصر الذي تنتهي به السلسله الانتقاليه الاولى في الجدول الدوري، اللي بتنتهي به السلسله الانتقاليه الاولى يبقى ده عنصر الخرسين او الزنك اللي هو زد ان 30. طيب العنصر الذي تبدأ به السلسلة الانتقالية الثانية في الجدول الدوري. طب تعالى ما ناخدهم كده بالراحة. السلسلة الأولى بتبدأ بالسكنديوم تنتهي بالخرسي. طيب السلسلة الثانية اللي هو بيتكلم عنها بتبدأ باليوتيريوم واي 39 وتنتهي بعنصر الكادميوم سي دي 80. يبقى هنا عنصر اليوتيريوم واي 39. طيب سلسلة انتقالية رئيسية تقع في الدورة السابعة. الدورة السابعة احنا قلنا رقم السلسلة اللي هو رتبة السلسلة بتقل عن رقم الدورة ب3. أنا في الدورة السابعة شيل 3، يبقى أنا السلسلة الرابعة، يبقى دي السلسلة الانتقالية الرئيسية الرابعة. طيب سلسلة انتقالية رئيسية تبدأ باللانسينيوم وتنتهي بعنصر الزئبق، اللي بيبدأ باللانسينيوم وينتهي بالزئبق يبقى دي السلسلة الثالثة، يبقى دي السلسلة الانتقالية الرئيسية الثالثة. طيب عناصر تقع في منتصف الجدول الدوري بعد عنصر الكالسيوم خلال الدورة الرابعة. بص كده قال لك ايه؟ تقع في منتصف الجدول الدوري بعد عنصر الكالسيوم، يبقى هقول عليها كده العناصر الانتقالية الرئيسية. يعني مش هقولها يا مستر زي رقم الف انتقاليه بس، لا، هقول انتقاليه رئيسيه عشان قال لي موجوده في نص الجدول. خلي بالك ان العناصر الانتقاليه الداخليه موجوده في الجدول تحت اسفل الجدول، يعني هو هنا محدد لك في السؤال مكانها فين في الجدول، فخلاص مكانها فين في الجدول؟ اللي في منتصف الجدول الرئيسيه اللي هي دي. لكن طبعا لما اقول لك اللي موجوده اسفل الجدول هتقول لي ساعتها الاف. تمام. طيب رقم 10
عناصر تقع في منتصف الجدول بعد عنصر الاسترانشيوم. استنى انا اسف، هو احنا قلنا العناصر الانتقاليه الرئيسيه، هو قال لي بعد عنصر الكالسيوم في الدوره الرابعه، حدد رقم الدوره، يبقى دي عناصر الانتقاليه الرئيسيه اللي هي بتاع السلسله الاولى. في السلسله الاولى يعني ممكن دي تكتبها السلسله الانتقاليه الرئيسيه الاولى، تمام كده، عشان احدد رقم الدوره. بص في اللي بعدها الاخرى، عناصر تقع في منتصف الجدول، يبقى في الدي برضو بعد عنصر الاسترانشيوم اللي هو الاس ار خلال الدوره الخامسه. خلاص انا في الدوره الخامسه شيل 3، يبقى انا السلسله الثانيه، يبقى ده هي السلسله الانتقاليه الرئيسيه الثانيه. لازم تكتب لي الكلمه على بعضها، السلسله الانتقاليه الرئيسيه الثانيه، تمام. طيب رقم 11، السلسله الانتقاليه الرئيسيه تنتهي بالتركيب الالكتروني 4 اس و3 دي. خلاص يبقى دي السلسله الاولى، السلسله الاولى، السلسله الانتقاليه الرئيسيه الاولى. طيب على فكره بالمناسبه بس عايز اقول حاجه، هو جايب لك دلوقتي تعريف السلسله الانتقاليه الرئيسيه الاولى بكذا طريقه او بكذا صيغه، عشان برضو لو جالك صيغه ديت او ديت او دي يبقى انت عارف، تمام. طيب رقم 12، السلسله الانتقاليه تنتهي بالتركيب الالكتروني 5 اس و4 دي، يبقى دي السلسله الثانيه. بس الله يبارك لك انا باكد تاني المره الثانيه اهو، تكتب الكلمه كامله، السلسله الانتقاليه الرئيسيه الثانيه، تمام. طيب مجموعه عناصر في الجدول الدوري تنتهي بالتركيب الالكتروني ان اس 2 ان اس 1 دي 1. استنى، ان اس 2 ودي فيها 1 2 1 3 يا مستر، يبقى دي عناصر المجموعه 2 1 3، يبقى 3 بي. بس خلي بالك بقى هي مجموعه 3 بي، وهسكت لان هو شغال هنا بالان، يبقى بشكل عام عناصر المجموعه الثالثه بي اللي هم السكنديوم، تحته اليوتيريوم، وتحته كام؟ اللانسينيوم، وتحتهم كمان الاكتينيوم. طيب مجموعه عناصر في الجدول الدوري تنتهي بالتركيب الالكتروني ان اس 1 ان اس 1 دي 5. يلا 1 و5 6، يبقى دي عناصر المجموعه 6 بي اللي فيها الكروم. طيب عنصر يضاف الى الالومنيوم لعمل سبيكه تستخدم في صناعه الطائرات المقاتله، يبقى ده السكنديوم اس سي، ويفضل ان انت تكتب الاسم بالعربي يعني. طيب عنصر شديد الصلابه كالصلب واقل منه كثافه، ده مميز للتيتانيوم، هو صلب كالصلب ولكنه اقل منه كثافه، بيكون خفيف. عنصر يستخدم في زراعه الاسنان وصناعه المفاصل، نفس الكلام، ده عنصر التيتانيوم. عنصر يتميز بان الجسم لا يلفظ ولا يسبب اي نوع من انواع التسمم، يبقى برضه ده التيتانيوم. عنصر يضاف الى الالومنيوم لعمل سبيكه تستخدم في صناعه الطائرات ومركبات الفضاء، برضه التيتانيوم. يعني انا اقدر اكون اقول اخليها رقم واحد وخلاص، او اخليها سؤال واحد واكتب الاربع اشكال دول تحتها يعني، تمام. مركب يدخل في تركيب مستحضرات الحمايه من اشعه الشمس، يبقى دوت ثاني اكسيد التيتانيوم، تيتانيوم اللي هو تي اي او 2. جميل. عنصر يضاف الى الصلب بنسبه ضئيله لتكون سبيكه صلبه لها قدره كبيره على مقاومه التآكل، وبتكون كمان عندها قساوه عاليه، يبقى ده الفاناديوم. الفاناديوم في 23 يستخدم في عمل زنبرقات السيارات. اكسيد من اكاسيد العناصر الانتقاليه يستخدم كصبغه في صناعه السيراميك والزجاج، يبقى ده 5 اكسيد الفاناديوم في 2O5. مركب يستخدم كعامل حفاز في صناعه المغناطيسيات فائقه التوصيل، هو ذات نفسه في 2O5. طيب مركب يستخدم كعامل حفاز في صناعه حمض الكبريتيك بطريقه التلامس، هو نفسه V2O5. عنصر على درجه عاليه من النشاط لكنه يقاوم فعل العوامل الجويه، طبعا الخواص دي كانت مميزه لعنصر مين؟ الكروم، عشان بيقاوم فعل العوامل الجويه لانه عنده ظاهره الخمول. عنصر يستخدم في طلاء المعادن وديباجه الجلود، هو عنصر الكروم ذات نفسه. مركب يدخل في عمل الأصباغ، مركب عايز مركب مش عنصر، بدا أكسيد الكروم الثلاثي Cr2O3، أكسيد الكروم الثلاثي. الله يبارك لك، بس عشان ما توش مني، الله يبارك لك، وعشان ما تنساش أنا بكتب الرموز عشان أنجز في الوقت بتاع الفيديو مش أكتر، لكن الحاجات دي تتكتب بالعربي، يعني الكروم يتكتب بالعربي وثالث أكسيد الكروم يتكتب بالعربي، أو أكسيد الكروم الثلاثي. وضحت؟ ماشي يا عسل. طيب رقم 28، عنصر انتقالي يستخدم في صورة سبائك أو مركبات نظرا لهشاشته الشديدة، بس هش يبقى ده المنجنيز من. طيب سبيكة تستخدم في صناعة خط السكة الحديد، يبقى دي سبيكة المنجنيز مع الصلب اللي هو الحديد. الحديد طبعا مضاف إليه كربون، ده الحديد الصلب، مش مهم قوي دلوقتي، منجنيز مع صلب وخلاص. سبيكة تستخدم في صناعة عبوات المشروبات الغازية، يبقى ده المنجنيز مع الألمنيوم.
عشان بتبقى مقاومه للصدى وتاكل. مركب يستخدم في صناعه العمود الجاف ده MnO2، عامل مؤكسد وعمود جاف عامل حفاز اللي هو ثاني اكسيد المنجنيز. ماده مؤكسده ومطهره دي كمنو4 KMnO4 اللي هي برمنجانات البوتاسيوم. احد مركبات المنجنيز يستخدم كمبيد للفطريات، مبيد يبقى الكبريتات على طول اللي هو كبريتات المنجنيز MnSO4 كبريتات المنجنيز. واخوه طبعا اللي شكله اللي هو بتاع كبريتات النحاس هيجي لنا دلوقتي. عنصر يستخدم في الخرسانه المسلحه، مش هكمل ده الحديد Fe. طريقه تستخدم في تحويل الغاز المائي الى وقود سائل دي طريقه فيشر وتروبش. جميل. طيب عنصر يستخدم كعامل حفاز في تحويل الغاز المائي الى وقود سائل، عايز العنصر. عنصر الحديد بستخدمه كعامل حفاز في عمليه فيشر وتروبش اللي احول فيها الغاز المائي لوقود سائل. الطريقه المستخدمه في تحضير النشادر صناعيا من عنصريه دي طريقه طبعا من عمك هابر وعمك بوش. هابر بوش. عنصر يشترك مع الحديد في ان كلاهما قابل للتمغنط، وكلاهما برضو يستخدم في صناعه البطاريات الجافه، يبقى ده عنصر الكوبالت. يشبه الحديد في أن كلاهما قابل للتمغنط ويستخدم في صناعة البطاريات الجافة. عنصر يستخدم في الطب للكشف عن الأورام الخبيثة وعلاجها، لازم تقول لي كوبالت 60 المشع. يعني لفظيا لازم تكتب كده. هو لو انت كتبتها كوبالت وسكت هو ممكن يحسبها لك صح، ممكن يحسبها لك صح، ولكن الافضل ان انا اقول كوبالت 60 المشعه، لان هو احدى نظائر الكوبالت اللي بتستخدم في كده، لان الكوبالت ليه 12 نظير زي ما احنا عارفين. هل ال 12 نظير كلهم بيستخدموا في هذه العمليه؟ لا، الكوبالت 60 بس، يعني واحد فيهم بس، فالافضل ان انت يعني تحدد هو مين. عنصر يستخدم في عمليات حفظ المواد الغذائيه، نفس الكلام الكوبالت 60 المشع. طيب عنصران يستخدمان في البطاريات الجافه في السيارات الحديثه. بص، عنصران يبقى عنصر الحديد زائد عنصر الكوبالت، الاثنين الحديد والكوبالت البطاريات الجافه. اما البطاريات الثانويه النيكل كادميوم هتقابلنا دلوقتي. من البطاريات اهي، من البطاريات القابله لاعاده الشحن اللي هي البطاريات الثانويه، ويدخل عنصر النيكل في تركيبها يبقى دهيت خلاص، يبقى هي تعريف اصلا كده البطاريات الثانويه، يبقى ديت البطاريات الثانويه اللي هو عنصر النيكل مع عنصر الكادميوم. عنصر يستخدم كعامل حفاز في عمليات هدراجه الزيوت. الاول بس بعد اذنك، هو هنا مش بطاريات اسمها بطاريات النيكل زائد الكادميوم؟ اولا النيكل في المجموعه الثامنه زي ما احنا عارفين، الكادميوم في المجموعه الثانيه بي. ده عنصر انتقالي، لكن ده عنصر غير انتقالي زي ما احنا خدنا قدام وهناخد قدام يعني. طيب رقم 43 عنصر يستخدم كعامل حفاز في عمليات هدرجة الزيوت، يبقى ده عنصر النيكل طبعا اللي هو النيكل المجزأ. قلنا أي عنصر بستخدمه كعامل حفاز يفضل استخدامه في الصورة المجزأة. تاني، أي عنصر يستخدم كعامل حفاز يفضل استخدامه في الصورة في الصورة المجزأة. عظيم جدا. طيب رقم 44 سبيكة تستخدم في ملفات التسخين والأفران الكهربية، دي سبيكة النيكل مع الكروم. أحد مركبات النحاس يستخدم كمبيد حشري ومبيد للفطريات، ومصر بتستخدمه عشان تنقي مياه الشرب، يبقى ده كبريتات النحاس CuSO4. جميل يا مستر. سبيكة تتكون من النحاس والقصدير، يبقى دي سبيكة البرونز. أهي سبيكة البرونز اللي هي المركز الثالث في المسابقات الأولمبية. مركب يستخدم في تنقية مياه الشرب وهو ذات نفسه كبريتات النحاس CuSO4. أحد مركبات النحاس يستخدم في كشف عن سكر الجلوكوز، تعيين نسبة السكر. طيب أحد مركبات النحاس أقدر أقول كبريتات النحاس، والأفضل إن أنت تقول لي محلول فيهلينج، عشان محلول فيهلينج عبارة عن كبريتات نحاس وحاجات تانية. طيب عنصر تتركز معظم استخداماته في جلفنة باقي جلفنة، مش هكمل، يبقى ده على طول مين؟ الخرسين اللي هو ZN. عملية الجلفنة هي عملية طلاء ولكن مميزة لعنصر الخرسين. عملية طلاء الفلزات بالخرسين لحمايتها من الصدى، يبقى دي عملية الجلفنة. بدل الطلاء بالخرسين يبقى دي الجلفنة على طول. مركب يستخدم في صناعة الدهانات والمطاط ومستحضرات التجميل، يبقى ده ZNO أكسيد الخرسين، دهانات ومطاط ومستحضرات التجميل. مركب يستخدم في صناعة الطلاءات المضيئة، يبقى ده ZNS اللي هو اسمه كبريتيد بالدال الخرسين. جميل.
طيب تعال نشوف علل لما يأتي. السؤال الأول بيقول لك تتوزع العناصر الانتقالية الرئيسية في 8 مجموعات، 8 مجموعات في الجدول الدوري، رغم أن المستوى الفرعي دي يتسع ل 10 إلكترونات. معنى كلمة إن هو يتسع ل 10 إلكترونات، عارفين إن هي دي بتشيل 10، يعني المفروض يكون كم مجموعة؟ 10 مجموعات، ولكن أنا لقيتهم 8. طبعا أنت عارف الإجابة ليه؟ عشان المجموعة التامة. يبقى أقول كده لأن المجموعة التامة تشمل 3 أعمدة أو صفوف، 3 أعمدة أو صفوف رأسية، بينما باقي المجموعات عبارة عن صف واحد. فإذا أنت لما تاخد 3 أعمدة من 10، بص كده، لما تاخد 3 من 10 يبقى كده ال3 أعمدة اللي أنت خدتهم كونتوا بين مجموعة واحدة اللي اسمها المجموعة التامنة، هي مجموعة واحدة أهي. هيتفضل كم من 10؟ 7. كل واحد من ال7 دول هيكون مجموعة، فهيتكون 7 مجموعات. يبقى 7 على التامنة يبقى كده 8 مجموعات. بس كده أنا عملت 8 مجموعات اللي هو بيقول عليه. طيب رقم 2 هو بيقول لك تختلف المجموعة التامنة عن باقي مجموعات الجدول الدوري ليه؟ إجابتين، يعني الإجابة فيها حتتين. أول حاجة لأنها تتكون من 3 أعمدة رأسية، وكمل بقى، عكس باقي المجموعات حيث تتكون كل مجموعة من عمود واحد رأسي. تمام كده؟ طب رقم 2، لأن التشابه بين عناصرها الأفقية أكبر من التشابه الرأسي. هو الطبيعي التشابه بيكون رأسيا في العمود في المجموعة بتكون عناصرها متشابهة، ولكن بصينا لقينا في المجموعة الثامنة ان التشابه اللي ماشي بأفقه كده أعلى من التشابه الرأسي. ده ما ينفيش ان في تشابه رأسي، وكده كده في تشابه رأسي، ولكن التشابه الأفقي بيكون أعلى. تمام؟ طب رقم 3 تستخدم سبيكة السكنديوم والألمنيوم في صناعة الطائرات المقاتلة لأنها تمتاز بالصلابة الشديدة. يبقى رقم 1 صلابة شديدة، عشان كده بتستخدم في الطيارات المقاتلة، والخفة، عشان كده بتستخدم في عمل الطيارات أصلا. يضاف السكنديوم إلى مصابيح أبخرة الزئبق المستخدمة في التصوير الليلي لأنها تعطي ضوء عالي الكفاءة، يشبه إن أنا من الآخر يعني اللي هي السبيكة، إن أنا لما أحط السكنديوم على أبخرة الزئبق هيكون لي سبيكة، فالسبيكة دي هتديني ضوء عالي الكفاءة يشبه ضوء الشمس، يستخدم في التصوير الليلي زي ما هو قال. طيب تستخدم سبيكة التيتانيوم والألمنيوم في صناعة الطائرات والمركبات الفضاء. ليه؟ لأنها تمتاز، بص كده هقول كلمتين، تمتاز بالصلابة والخفة. أنا قلت أصلا أي حاجة صلبة وخفيفة بتستخدم في عمل الطائرات، بس عشان نميز التيتانيوم هنا أقول بقى ولأن التيتانيوم الخاصية اللي هي عنده اللي هو بيقاوم، او خلينا بقى بدل يقاوم يحافظ على متانته ماشي في درجات الحرارة العالية. يستخدم ثاني أكسيد التيتانيوم في تركيب مستحضرات الحماية من أشعة الشمس عشان عنده دقائق على مقياس النانو، فأنت لما تدهن بيها البشرة الدقائق اللي على مقياس النانو دي هتمنع وصول الأشعة في البنفسجية للجلد. بس هقول كده لأن دقائق النانوية تمنع وصول الأشعة فوق بنفسجية للجلد، بس فتحميه من الأشعة يعني. يستخدم الفاناديوم في صناعة زومبركات السيارات لأنه يكسب الصلب المضاف إليه، يعني بيدي الصلب اللي أنا هضيفه ليه بيديه بقى قساوة عالية ومقاومة للصدأ أو مقاومة للتآكل، فبيخليه قاسي ويتحمل الصدمات أهو، مما
يجعله يتحمل الصدمات. يتحمل الصدمات. طيب رغم النشاط الكيميائي العالي للكروم الا انه يقاوم فعل العوامل الجويه لانه هو انت عارف ان هو ايه؟ عشان عنده ظاهره الخمول. فانت ما تقوليش بقى لانه عنده ظاهره الخمول، لا، هتشرح بقى الحته بتاع ظاهره الخمول. لانه يكون طبقه من اكسيد، وبيتكلم عن الكروم يبقى اكسيد الكروم. نوصفها، بيكون حجم جزيئاتها اكبر من حجم ذرات الكروم. ادي اول خاصيه لها، ان حجمها كبير وفي نفس الوقت وغير مسميه، تمنع استمرار التفاعل، بتمنع استمرار التفاعل الكيميائي. ليس للمنجنيز استخدامات وهو في الحاله النقيه، ويستخدم في صوره سبائك او مركبات. عشان كلمه واحده بس، لها شاشته الشديده بس. تستخدم سبيكة الحديد مع المنجنيز في خط السكة الحديد لأنها أصلب من الصلب، وفي نفس الوقت بتكون مقاومة للتآكل كمان. تستخدم سبيكة الألمنيوم والمنجنيز في صناعة طبقات المشروبات الغازية لأنها مالها بقى؟ تقاوم الصدأ والتآكل، لأنها مقاومة للصدأ ومقاومة للتآكل. طيب رقم 12، تستخدم برمنجانات البوتاسيوم اللي هو كمان نفور أحيانا في غسيل الخضروات لأنها مادة مطهرة. فاكر انا قلت لك الفيديو بتاع الست اللي هي اليابانيه ديت، اللي هم عايشين في التكنولوجيا العالم الاخر دي، وتخش كده بعد ما تخلص دنيتها بتجيب الطبق وتروح تغسله، بعد كده بتحط بقى الماده ديت فايه، بتطهر بقى الخضروات بتاعتها. يبقى بيستخدم فعلا في غسيل الخضروات لانها ماده مطهره، لانها ماده مطهره. لها قدره، هي لها قدره على، دي حته يعني من عندي، هي ليه ماده مطهره؟ عشان لها قدره على قتل الميكروبات. ميكروبات. تمام، جميل. يستخدم الحديد في صناعة النشادر بطريقة هابر وبوش. بيستخدم كعامل حفاز اهو، يستخدم كعامل حفاز يزيد من سرعة التفاعل او من سرعة حدوث التفاعل. بس يعني انا بستخدمه في عملية هابر وبوش كعامل حفاز وخلاص. فليه هو بيستخدم كعامل حفاز. تمام. طيب يستخدم الكوبالت 60 في عمليات حفظ المواد الغذائية والتأكد من جودة المنتجات. ليه بقى؟ هقول كده لأن احنا عارفين إن الكوبالت 60 بيطلع إيه؟ أشعة جاما. بقول لأن أشعة جاما الصادرة منه مالها بقى؟ لها قدرة عالية على النفاذ، ولها تأثير حراري تقضي على الميكروبات. الميكروبات بتموت الميكروبات، وبالتالي هتحافظ على المواد الغذائيه. بس تستخدم سبائك نيكل كروم في ملفات التسخين وفي الافران الكهربيه لانها سبيكه مقاومه للتآكل، ما بيحصلهاش تآكل ولا صدأ حتى وهي مسخنه لدرجه الاحمرار. تستخدم سبائك النيكل والصلب في حفظ الاحماض، او في حفظ الاحماض بشكل عام زي حمض الكبريتيك وحمض الاتش اف والحاجات دي كلها، لانها سبيكه مقاومه للصدأ، مقاومه للاحماض. جميل. مقاومه للاحماض يعني لا تتفاعل معها. يستخدم النحاس في صناعه سبائك العملات والكابلات الكهربائيه. هو ليه بقى؟ لانه موصل جيد. هو بيستخدم في العملات والكابلات الكهربائيه، اقول كده لانه موصل جيد للكهرباء. فهو يعني انا عندي بس تعليق على الحته ديت. هو تمام بيستخدم في عمل الكابلات الكهربائيه لانه موصل جيد للكهرباء زي ما احنا عارفين. طب في سبائك العملات عشان برضه هو في نفس الوقت موصل جيد للكهرباء، بالاضافه كمان ان هو عنصر نشاطه قليل، يعني درجه النشاط بتاعته بتكون قليله، فده هيمنع الصدأ بتاعه، فما تلاقيش العمله المعدنيه بتصدي. عكس مثلا لو انا صنعتها من الحديد هتلاقيها بتصدي على طول. وضحت يعني؟ تمام. طيب رقم 18، تستخدم كبريتات النحاس في تنقية مياه الشرب
لأنها مبيد حشري ومبيد للفطريات. مبيد حشري ومبيد للفطريات. استخدام الخرسين في جلبنة المعادن لحمايتها من الصدأ والتآكل. بس بطلب المعادن ليه؟ عشان احنا من الصدأ والتآكل، يعني زي ما بطلب أي عنصر. طيب تعال نشوف الأسئلة اللي هي اختر. يبدأ ظهور عناصر السلسلة الانتقالية الأولى بعد عنصر الكالسيوم، طبعا اللي هي في المجموعة في الدورة الكام؟ في الدورة الرابعة. يبقى في الدورة الرابعة بعد عنصر الكالسيوم. تبدأ بعنصر مين؟ بعنصر السكنديوم. طيب رقم 2، جميع الدورات الآتية تحتوي على عناصر انتقالية ما عدا. احنا عارفين العناصر الانتقالية بتبدأ من الدورة الرابعة، يعني عندك الدورة الرابعة والخامسة والستة والسبعة فيها عناصر انتقالية، لكن أول 3 دورات ما فيهمش، ولا الأولى ولا الثانية ولا الثالثة. يبقى كل دول يحتوي ما عدا يبقى ما عدا الدورة الثالثة، لكن الرابعة والخامسة والستة فيه. العنصر الانتقالي الذي يمتلئ فيه المستوى الفرعي دي قبل المستوى الفرعي اس هو النحاس. طبعا تعرف ان النحاس سيو عدد الذري 29، ارجون 18، 4 اس 3 دي. المفروض انت كنت هتوزع كام؟ 2 و9، ولكن دي حاله شاذه فخليها 1 و10. اهو المستوى الفرعي دي مليان ب10، لكن الاس لسه ما اتملاش، لسه في 1. يبقى ده بيحصل في عنصر النحاس. طيب رقم 4، التركيب الإلكتروني للعمود قبل الأخير من العناصر الانتقالية الرئيسية. قبل الأخير، قبل الأخير اللي هو 1B، اللي هو العمود رقم 11 في الترقيم الحديث، اللي هو النحاس والفضة والذهب، اللي هي عناصر العملة. طيب تعالى يا باشا، يبقى دي الإس وادي الدي. احنا قلنا دلوقتي بجمع إلكترونات الإس والدي، دي رقم العمود، هو في العمود رقم 11، فهرجع أقسم ال 11 تاني، المفروض أرجعها 2 و9 فهخليها 1 و10 بس. وطبعا هو ما حددش في انهي سلسله فيهم، يبقى خلاص هنشتغل بالانات. يبقى هنا ان وهنا ان ناقص 1 بس. يبقى ان اس 1 ان ناقص 1 دي 10، يبقى الاجابه رقم الف اول واحده اهي. طيب ما ينفعش رقم ج، لا رقم ج دي المجموعه الثانيه بي، 2 و10 12، يبقى دي المجموعه الثانيه بي. ما ينفعش 2 1، لا ده دي المجموعه الثالثه بي. ما ينفعش رقم د، عشان انت لو اخترت رقم د يبقى كده ما انتش عارف ان دي حاله شاذه في التوزيع، ما ينفعش دي يكون فيها 9 اصلا، يبقى دي غلط خالص. طيب رقم 5، التركيب الإلكتروني التالي ان اس 2 ان ناقص 1 دي 1، ادي هنا 2 وهنا 1، 2 1 3، يبقى المجموعة الثالثة بي، بس يمثل المجموعة الثالثة بي، يبقى الإجابة رقم ج. طيب رقم 6، التركيب الإلكتروني العام للعناصر الانتقالية الرئيسية. خلاص العام يبقى دي الاس وادي الدي، عشان هو عايز الرئيسية اللي فيها دي. هحط هنا ان وهنا بيقل عنها بواحد، يبقى ان ناقص 1 زي ما احنا عارفين. هو عايز بشكل عام كلهم، يبقى خلاص الاس فيها 1 أو 2 عشان الحالات الشاذة. الحالات الشاذة لما الدي يكون فيها 4 والدي فيها 9، وطبعا الدي فيها من 1 لحد 10 يتتابع فيها امتلاء المستوى الفرعي دي، يبقى من 1 لحد 10. يبقى ان اس من 1 ل 2 ان ناقص 1 دي من 1 ل 10، يبقى اول اجابه رميها لك اهي. طيب دي مش نافعه، مش من 1 ل 9، لا هي من 1 ل 10. طيب الرقم ج ان اس 2، لا برضو دي مش نافعه، ودي برضو مش نافعه عشان اس فيها 2، ما راعاش الحالات الشاذه. تمام. طيب رقم 7، السبيكه التي تستخدم في صناعه الطائرات ومركبات الفضاء. الطائرات ومركبات الفضاء يبقى ديت التيتانيوم مع الالومنيوم، تيتانيوم مع الالومنيوم. لكن السكنديوم على الالومنيوم طبعا دي الطائرات الايه، اللي هي الطائرات المقاتله، اللي هي طائرات الميج. رقم 8، المركب المستخدم في مستحضرات حمايه الجلد من اشعه فوق البنفسجيه ومن اشعه الشمس، ثاني اكسيد التيتانيوم اللي هو تي اي او 2، اللي هو التيتانيوم دايوكسيد، ثاني اكسيد التيتانيوم. تستخدم سبائك نقط مع الحديد الصلب في صناعه زنبرقات السيارات. زنبرقات السيارات ده الفاناديوم مع الصلب. هو قال لي هو مع الحديد الصلب، يبقى انا عايز الفاناديوم، يبقى رقم الف. عنصر تستخدم احد مركباته كعامل حفاز في تحضير حمض الكبريتيك بطريقه التلامس. خلي بالك هو عايز في البدايه من العنصر. المركب اللي كان بيستخدم كعامل حفاز هو خامس اكسيد الفاناديوم، يبقى ده مركب لمين؟ للفاناديوم، لانه هو عايز في البدايه العنصر، يبقى الفاناديوم، يبقى رقم ج. كل مما ياتي من المواد المؤكسده. كلمه مواد مؤكسده يعني عامل مؤكسد، وانا قلت لك كلمه الماده هي نفسها العامل، يبقى كل مما يلي عامل مؤكسد ما عدا ثاني كرومات البوتاسيوم اللي هي K2 CR2O7، لا ده عامل مؤكسد صح. احنا قلنا اي مركب كبير عامل مؤكسد، زيه رقم ج البرمنجانات KMnO4.
عامل مؤكسد برضه. ثاني اكسيد المنجنيز MnO2 عامل مؤكسد، وعمود جاف عامل حفاز فبيستخدم كعامل مؤكسد برضه، فاكيد اللي مش هينفع كبريتات النحاس. تمام كده؟ تمام. طيب رقم 12، احد املاح المنجنيز يستخدم كعامل مؤكسد. احد الاملاح، بص يا باشا، في المنجنيز عندي 2 عامل مؤكسد اللي هو MnO2 و KMnO4. طبعا بما ان الاولاني عنصر مع اكسجين بس يبقى ده اسمه اكسيد، حتى اسمه ثاني اكسيد المنجنيز يبقى ده اكسيد. لكن ده العنصر ومعاه اكسجين وفي عنصر تالتهم، بدل في حد تالتهم يبقى ده ملح. هو عايز مين يا مستر؟ الملح، وحدد هو عايز الملح. طيب الملح يبقى خلاص، ده اول واحده مش نافعه عشان ما تجريش تختارها، يبقى الاجابه رقم ج. وعشان بس ما حدش برضه يجري يختار لي لا توجد اجابه صحيحه، وساعات بقى ايه يطنشك هو او يخبطك خبطه حلوه كده، اللي هو يجيب لك في رقم د الف وج معا. تمام. تستخدم طريقه فيشر وتربش فيه طبعا تحويل الغاز المائي الى وقود سائل، او في صناعه حاجه اسمها الوقود المخلق. الوقود المخلق، كلمه المخلق يعني المصنع، انا مصنعه في المعمل، انا حولت الغاز الى وقود. تمام، يبقى ده اللي صح، رقم ب. طيب رقم 14، يشبه الكوبالت الحديد في ان كلاهما قابل للتمغنط، بيستخدموا في صناعه البطاريات الجافه. طيب يستخدمان في صناعه البطاريات الجافه في السيارات، ايوه صح. كلاهما قابل للتمغنط صح. يستخدم في صناعه المغناطيسات صح، يبقى جميع مصر. يستخدم عنصر الكادميوم اللي هو CD مع عنصر نقط في صناعه بطاريات يمكن اعاده شحنها، اللي هي البطاريات الثانويه. النيكل طبعا، النيكل كادميوم. تتميز سبيكه النيكل والصلب بالصلابه؟ لا. طيب مقاومه الصدأ؟ طب استنى، هي صلب عشان فيها صلب، انا اسف، صلب عشان فيها صلب ديت صح. طيب سيبك من دي مش حتى مش معلومه عندنا مباشره كده، بس مقاومه للصدأ وبتكون مقاومه للاحماض، يبقى جمع مصادر. تمام كده، بدل عندك اجابتين صح يبقى جميع مصادر. بس هي فعلا سبيكه صلبه لان فيها اصلا صلب. تمام. تستخدم بعض الفلزات في طلاء المعادن مثل النيكل والكروم والخرسي، يبقى النيكل والكروم هم الموجودين باجابه صح. هنا محدش ينفع، هنا اللي ينفع النيكل بس يبقى مش نافعه، هنا اللي ينفع الخرسين بس برضه مش نافعه، يبقى انا عندي النيكل والكروم الاثنين ينفعوا. سبيكه البرونز تتكون من عنصرين، طبعا النحاس مع القصدير، نحاس مع القصدير يبقى رقم د. يستخدم النحاس في كل مما ياتي ما عدا. النحاس بيستخدم في سبائك الايه؟ في سبائك العملات صح طبعا. محلول فيلينج صح. خط السكه الحديد لا، خط السكه الحديد ده عباره عن منجنيز مع صلب، اهو منجنيز زائد صلب اللي هو حديد، اللي هو شراكه من النحاس. الكابلات الكهربائيه طبعا بيستخدم في الكابلات الكهربائيه. رقم 20، محلول فيلينج هو احد مركبات النحاس طبعا، يبقى احد مركبات النحاس اللي هي كبريتات النحاس المستخدمه في الكشف عن سكر الجلوكوز، يبقى الاجابه الصح الاجابه رقم ج. طيب يدخل ملح كبريتات النحاس CuSO4 في صناعه المبيدات الحشريه صح. طيب مبيد للفطريات صح. تنقية مياه الشرب صح، يبقى جميع مصادر، يبقى الإجابة رقم د. طيب 22، يستخدم مركب نقط في صناعة شاشات الأشعة السينية. شاشات الأشعة السينية والطلقات المضيئة، يبقى ده ZNS كبريتيد الخرسين، يبقى الإجابة رقم د. طيب عينتين متساويتان في الكتلة من الصلب والتيتانيوم أي مما يلي صحيح. طيب هو احنا اتفقنا بس إن الصلب والتيتانيوم، أدي الصلب اللي هو الحديد، طيب وادي التيتانيوم، الاثنين متساويين في الصلابة، لان كنا بنقول التيتانيوم صلب كالصلب، الحديد الصلب. طب الحديد الصلب ده اصلا علميا هو عباره عن حديد مع كربون، بس بنختصر الدنيا نقول حديد وخلاص لحد ما نوصل للسبائك باذن الله. المهم الاثنين متساويين في الصلابه. طيب الحديد وبرده التيتانيوم. طيب لو انا جيت بصيت على الكثافه، هو انا بقول ايه؟ التيتانيوم اخف من الحديد، خفيف يبقى كثافته قليله، فالحديد اعلى كثافه. طب مستر انا عندي كثافه بتساوي الكتله على الحجم، هو قال لي في السؤال عينتان متساويتان في الكتله، يعني ليهم نفس الكتله، نفس الكتله يبقى كأن الكتله اصلا مش موجوده دلوقتي. طب لو الكتله مش موجوده يبقى انا هبص على الحجم، العلاقه ما بين الكثافه والحجم علاقه عكسيه، فالاعلى كثافه اقل حجم، فالاقي دلوقتي ان التيتانيوم اكبر حجما لانه اقل كثافه من الحديد اللي هو الصلب يعني. طيب عينه التيتانيوم اكثر صلابه، لا احنا قلنا الاثنين متساويين في الصلابه. عينه التيتانيوم اقل حجم، لا هي اكبر حجم اهو، اكبر حجم، يبقى دي غلط. عينة الصلب أقل حجم، فعلا أقل حجم، الحديد الصلب أقل حجم، يبقى ديت صح، يبقى رقم ج. ألف وج صحيحتان؟ لا طبعا. من عناصر السلسلة الانتقالية الأولى التي تكون سبائك مع الألمنيوم كل من مالي ما عدا.
طيب مين اللي بيكون سبيكه مع الالومنيوم؟ السكنديوم، طيارات الميج المقاتله. التيتانيوم، الطيارات العاديه ومركبات الفضاء. المنجنيز، علب المشروبات الغازيه اللي هي الكنز. الفاناديوم لا، الفاناديوم عندي في المنهج ما بيكونش غير سبيكه واحده اللي هي مع الصلب، الا وهي الزنبركات السيارات. تمام يا بطل؟ تمام زي الفل، حلو قوي. طيب بعد كده عندك رقم 25، تتشابه نظائر الكوبالت. الكوبالت او غيره اي نظائر تتشابه في العدد الذري وتختلف في العدد الكتلي. طيب تتشابه في العدد الذري، تختلف في العدد الكتلي، تختلف في عدد النيوترونات. طب هي تتشابه في العدد الذري صح، عدد النيوترونات لا، مش متشابه في عدد النيوترونات، مختلفه. متشابه في عدد البروتونات لان ده هو ده البروتونات هو العدد الذري. طيب في عدد الالكترونات ايوه، لان انا بتكلم عن النظائر اللي هي الذرات وخلاص. الذره عددها الذري هو نفس عدد البروتونات، هو نفس عدد الالكترونات، لكن عدد النيوترونات مختلف والعدد الكتلي مختلف. طيب اي العناصر الاتيه يحتوي على 3 مستويات طاقه رئيسيه مكتمله؟ طيب او مكتمله. طيب بكل بساطه كده احنا عشان نعرف مستوى رئيسي مكتمل بكل بساطه احنا هنوزع. يعني ادي الاكس اهيت عايز اوزعها لعددها الذري 30، وعشان اعرف المستويات الرئيسيه فانا لازم اوزع من البدايه، مبدا بناء تصاعدي من البدايه، واقعد اقول اس اس بس اهو. ادي اس اس، وادي بس، وادي بس، وادي دبس هي اول واحده. طيب هنا رقمها 1، دي 2، دي 3، دي 4. طيب دي بتبدا ب2 ودي 3 ودي بتبدا ب3. لسه بتشيل 2 2 6 2 6 2 كده 20. فاضل كام من 30؟ 10. بص يا باشا، هو بيسألني عن المستويات الرئيسيه. يعني مثلا المستوى الرئيسي الاول، على فكره اللي احنا موزعينهم دول اسمهم مستويات فرعيه. طب هو بيسألني عن المستويات الرئيسيه، خلاص المستوى الرئيسي الاول اي حاجه قدامها واحد. هو في حد قدام واحد غير الواحد اس؟ لا، يبقى المستوى الرئيسي الاول عباره عن واحد اس بس، لان مفيش حد قدامه واحد تاني غيره. طب المستوى الرئيسي الثاني اي حاجه قدامها 2 اللي هي 2 اس و2 بي اهو، يبقى ده المستوى الثاني. المستوى الثالث اي حاجه قدامها 3 اس و3 بي و3 دي، يبقى ده المستوى الثالث. هو بيقول لي يحتوي على 3 مستويات رئيسيه تمت الامتلاء او مكتمله. استنى، المستوى الاول عنده 1 اس مليانه ولا مش مليانه؟ مليانه، يبقى معايا. المستوى الثاني 2 اس و2 بي، الاس مليانه والبي مليانه، يبقى معايا. المستوى الثالث 3 اس و3 بي و3 دي، ال3 اس فيها 2 مليانه، ال3 بي فيها 6 مليانه، وال3 دي فيها 10 مليانه برضو، يبقى معايا برضو. يبقى اذا الاكس معايا يحتوي على 3 مستويات تمت الامتلاء. طب الواي 29 احنا لسه موزعين ال 30، ال 29 هيكون نفس التوزيع، بس بدل ما الاربعه اس فيها 2 هيبقى فيها 1 بس. هو انا احتجت الاربعه اس في حاجه اصلا؟ لا، يعني برضو لسه في 3 مستويات مليانين، يبقى برضو معايا. طيب الدبليو 24 ده يبقى الاس فيها 1 والدي فيها 5 بقى. هو كده التلاتة دي فيها 5، هل كده مليان؟ لا، يبقى اذا التالت مش معايا، كده التالت مش مليان. خلاص يبقى لا تحتوي على 3 مستويات مكتمله. يبقى انا عندي الاكس والواي فقط، الاكس او الواي، يبقى الاجابه رقم د. رقم 27، عنصر من عناصر السلسله الانتقاليه الاولى عدد الالكترونات المفرده يساوي عدد المستويات الرئيسيه له. هو في السلسله الاولى، يبقى في الدوره الرابعه. كلمه الدوره بتساوي اهي، كلمه دوره بتساوي كلمه مستوى رئيسي. يعني هو في الدوره الرابعه، يعني عنده كم مستوى رئيسي؟ عنده كام؟ 4 مستويات رئيسيه. طيب هو بيقول لك عدد الالكترونات المفرده يساوي عدد المستويات الرئيسيه، يعني عنده 4 الكترونات مفرده. عنده 4 الكترونات مفرده، يبقى لا اما الدي فيها 4 لا اما الدي فيها 6. انا قلت الرقم ذات نفسه اللي بيكمل له 10 بدل قال لك كلمه مفرده. الدي فيها 4 دي مش موجوده يا مستر. ليه مش موجوده؟ لان لو الدي فيها 4 هاخد واحد من الاس اوديه في الدي، فالدي هيبقى فيها 5 والاس فيها 1. يبقى اذا في المحصله ما عنديش دي فيها 4، لكن عندي الدي فيها 6 اللي هي الحديد، اللي هو 4 اس 2 3 دي 6 وقبلهم ارجون 18. فانت لما تجمع 18 و2 20 6 26 ده الحديد. طيب اول حاجه يستخدم هذا العنصر في كل من مالي ما عدا، عايز الاجابه الغلط. بيستخدم في المجال الطبي ايوه، صناعه الادوات الجراحيه، عامل حفاز هابر بوش وفيشر وتروبش. طيب بيستخدم في البطاريات الجافه هو والكوبالت. بيستخدم في طلال المعادن؟ لا، طلال المعادن هو النيكل والكروم والخرسين، الثلاثه دول. 28، عنصر من السلسله الانتقاليه الاولى جميع اوربيتالاته مكتمله بالالكترونات، طبعا يبقى ده الخرسين اللي جميع اوربيتالاته تمت الامتلاء، اخر واحد. هذا العنصر يستخدم في جلفنه المعادن، صح، يبقى ديت صح. موصل جيد للتيار الكهربي؟ لا. يستخدم احد مركبات كمبيوتر حشري؟ لا طبعا، ده النحاس، يبقى دي الاجابه الصح بس.
الناس اللي بتروح تختار دايما الاجابه الف وب وب وج وجميع مصابك، الله يبارك لك، خلي بالك. انا مش معترض ان انت تختارها والله، بس اهم حاجه انت تركز، وبدل الاجابه محتاجاها خلاص، انا مش هقول لك لا، بس تركز تشوف فعلا الاجابات اللي انت اخترتها صح ولا غلط، عشان ما تروحش تختار عشوائي كده. تمام. طيب 29 عنصر من عناصر السلسله الانتقاليه الاولى، عدد الالكترونات الموجوده في اخر مستوى فرعي له. خلاص في السلسله الاولى اللي هو الاربعه اس والثلاثه دي، اخر مستوى فرعي اللي هو الثلاثه دي، بيقول لك عدد الالكترونات الموجوده في اخر مستوى فرعي اللي هو الثلاثه دي يساوي عدد مستوياته الفرعيه. استنى يا باشا، مش انا اخر 4 اس 3 دي اهو، اخر 4 اس 3 دي، طب ما تيجي من قبل ال 4 اس 3 اس 3 بي، قبل ال 3 اس 2 اس 2 بي، قبل ال 2 اس 1 اس. فانا لما اعد المستويات الفرعيه عندي كام مستوى فرعي؟ 1 2 3 4 5 6 7. فهو بيقول لك المستوى الفرعي الاخير اللي هو الثلاثه دي عنده الكترونات يساوي عدد مستويات الفرعيه، يعني عنده 7 الكترونات، يبقى هنا في 2 هنا 6 هنا 2 6 2 2. لما نجمع هنلاقيه 27 اللي هو عنصر الكوبالت. يستخدم هذا العنصر في صناعه البطاريات الجافه في السيارات الحديثه، صح. طبعا الطائرات لا، ده سكنديوم او تيتانيوم. زمبركات السيارات لا، ده فاناديوم مع حديد. الكابلات الكهربائيه لا، ده النحاس. تمام. طيب رقم 30 عنصر تتوزع الكتروناته في 13 مستوى فرعي. يلا عد معايا من الاول، ادي اس اس، وادي بس، وادي بس، وادي الدي، وادي البي، وادي الاس، وادي الدي، وادي البي، وادي الاس. تعالى بنعد كده اللي انا كتبتهم دول، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 لحد الاف هنا، يعني المفروض 13 لحد ما اقف هنا. ركز بقى معايا عشان دي حته حلوه قوي، ركز بقى الله يبارك لك كده بالراحه، بسم الله. هو انا لما اجي اوزع هنا 1 اس 2 وادي 3 وادي 4 وادي 5 وادي 6، البي بتبدا ب 2 3 4 5، الدي بتبدا ب 3 يبقى 3 4 5، والاف بتبدا ب 4. ركز بقى معايا كده. طيب هو بيقول لك ايه بقى 13 مستوى، يعني احنا وقفنا المفروض لحد الاف، يعني دول كلهم مليانين 2 2 6 2 6 2 وهنا 10 وهنا 6 وهنا 2 وهنا 10 وهنا 6 وهنا 2، هنقف لحد هنا اهوت. انا عندي قلت 13 مستوى فرعي، خلي بالك ان الاف معاه في 13 لحد كده 12، فاضل لي رقم 13 بقى، لا اما اخد الاف لا اما اخد الدي. فاكر لما كنا بنقول في التوزيع لو انا عندي الدي والاف في التوزيع بعمل ايه؟ بحط الكترون في الدي الاول وبعد كده ارجع للاف. هو قال لي مستوى طاقته الفرعي الاخير يحتوي على الكترون واحد، يبقى الواحد ده احطه في الدي ولا في الاف؟ في الدي بس، يبقى الاف مش معايا، يبقى ده عنصر في السلسله او تبع الدي، يبقى ده انتقالي رئيسي مش داخلي. داخلي لا، داخلي لا، يبقى الف وجيم غلط. هو الرئيسي تمام. فانهي سلسله بقى؟ والله احنا عندنا الثلاثه دي السلسله الاولى، الاربعه دي السلسله الثانيه، 5 دي السلسله الثالثه. هو 5 دي اهو، يبقى ده في السلسله الثالثه، السلسله الانتقاليه الرئيسيه الثالثه مش الاولى، يبقى الاجابه رقم د. طب عايزه في المجموعه الكام؟ الدي فيها 1 والاس فيها 2، 2 1 3، في المجموعه 3 بي. رقم 31 عنصران اكس واي من عناصر الدوره الرابعه يقعان في نفس المجموعه، في نفس المجموعه فغالبا هم في المجموعه الثامنه عشان في نفس الدوره. حديد، الكوبالت، النيكل. طيب ايا مما يلي يكون استخدام احداهما. هل احداهما احنا قلنا الحديد والكوبالت والنيكل عشان في الدوره الرابعه، هل احداهما يستخدم في زراعه الاسنان والمفاصل؟ لا طبعا، ده التيتانيوم مش معايا. جلفنا يبقى ده الخرسيم مش معايا. تركيب محلول فيننج ده النحاس مش معايا. هيدرجة الزيوت النيكل المجزأ، يبقى هو ده، يبقى الاجابه رقم د. طيب السؤال الرابع، اكمل العبارات الاتيه بما يناسبها. العناصر الانتقاليه عددها اكتر من، هو قال الانتقاليه وسكت، يبقى عددها اكتر من 60 عنصر، هم 68 فعددهم اكتر من 60. طيب جبناهم منين؟ انا عندي الدي انتقاليه رئيسيه وعندي الاف انتقاليه داخليه. الدي بتشيل 10 فعندها 10 عناصر في الدوره الواحده. هي موجوده في كام دوره؟ في 4 دورات، الاربعه في 10 ب 40، يبقى انا عندي 40 عنصر في السلاسل الانتقاليه الرئيسيه. الاف بتشيل 14 موجوده في دورتين، الدوره السادسه والسابعه، الاثنين في 14 ب 28، فانت لو جمعتهم هيطلعوا 68، فهم اكتر من 60 عنصر. وهي بذلك تمثل نقط من نص عدد العناصر المعروفه اكبر، لان عدد العناصر المعروفه 118 نصهم 59، دول 68 يبقى اكتر. تمام. طيب تنقسم العناصر الانتقاليه الى قسمين رئيسيين، هما الانتقاليه الداخليه
والانتقالية الرئيسية. التوزيع الإلكتروني العام لعناصر السلسلة الانتقالية الأولى. السلسلة الأولى يبقى 4 اس على طول، 4 اس 3 دي، بدل حدد السلسلة الأولى يبقى في الدورة الرابعة. طيب الاس فيها 1 أو 2 عشان الحالات الشاذة، والدي فيها من 1 لحد كام؟ 10. التوزيع الإلكتروني العام لعناصر المجموعة 1 بي، 1 بي يبقى المجموع 11، خلي بالك، يبقى الاس وادي الدي، الاس فيها 1 والدي فيها 10، المفروض 2 و9 فخليها 1 و10 طبعا عشان حالة شاذة. طيب رقم 2 بقى، خلي بالك من اللي انا هقوله ده. رقم 2 هو قال لي هنا المجموعه 1 بي وسكت، ما حددش السلسله الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه، يبقى انا هشتغل بالانات، يبقى هنا ان وهنا ان ناقص 1. يستخدم عنصر المنجنيز في صوره تمام، يستخدم عنصر المنجنيز في صوره سبائك في صوره سبيكه يعني او مركبات، نظرا لهشاشته الشديده. هشاشته الشديدة. هو عشان هش لا يستخدم في الصورة النقية، ولا هو على فكرة ولا الحديد، لأن الحديد النقي برضه كليا نسبيا ملوش استخدامات في الحالة النقية. يبقى خلي بالك بقى، المنجنيز لا يستخدم لهشاشته الشديدة وهو في الصورة النقية، فبيستخدم لا إما كمركب زي ثاني أكسيد المنجنيز، عامل مؤكسد وعمود جاف وعامل حفاز، برمنجانات البوتاسيوم، كبريتات المنجنيز، ده كله، وزي السبائك طبعا المنجنيز مع الحديد أو المنجنيز مع الألمنيوم. طيب يستخدم كل من نقط كمبيد للفطريات، طبعا كبريتات النحاس، كبريتات المنجنيز MnSO4. عند اضافه نقط الى سكر، عند اضافه محلول فيهلينج، طبعا محلول فيهلينج الى سكر الجلوكوز، فما يتغير من اللون الازرق للون البرتقالي. صوب ما تحته خط يلا. تتكون العناصر الانتقاليه من 10 مجموعات رأسيه، لا هي 10 أعمدة أو صفوف، ولكن 8 مجموعات عشان المجموعة 8 طبعا. طب ينتهي التوزيع الإلكتروني للمجموعة في قبلها 1، يبقى دي المجموعة الرابعة بي. الرابعة بي يبقى الاس فيها 2 والدي فيها 2، تمام؟ يبقى الاس فيها 2 والدي فيها 2 أهو، يبقى ان اس 2 وهنا ان ناقص 1 دي 2، تمام. عنصر السكندي عنصر شديد الصلابة كالصلب وأقل منه كثافة، لا ده التيتانيوم، ده عنصر التيتانيوم. طيب تعرف سبيكة الألمنيوم والمنجنيز باسم البرونز؟ لا دي النحاس زائد القصدير، اكتبهم بالعربي. طيب رقم 5، حجم ذرات الكروم أكبر من حجم جزيئات أكسيد الكروم؟ لا أصغر منه. احنا قلنا الكروم لما اسيبه في الهواء بيكون طبقة من الأكسيد، حجم الجزيئات بتاعتها أكبر من حجم ذرات الكروم، وبتكون غير مسمية تمنع استمرار التفاعل. تمام يا بطل، تمام زي الفل، عسل أوي لحد دلوقتي. اذكر أهمية كل من. ثاني أكسيد التيتانيوم بيستخدم إيه؟ بيستخدم في مستحضرات الوقاية من أشعة الشمس، اللي هو الصن سكرين أو الصن بلوك. خامس أكسيد الفاناديوم بيستخدم في صبغ حاجتين، السيراميك والزجاج، وبيستخدم كعامل حفاز في 3 حاجات: تحضير المغناطيسات في إيقاع التوصيل، تحضير حمض الكبريتيك بطريقة التلامس، تحضير حمض البنزويك بطريقه الاكسده. خلاص انا بقولهم لك شوف اهوت عشان انت عارفهم، لكن انت اكتبهم، الكتابه معاك هتخلي المعلومات تثبت اكتر مليون مره، لكن انا بالنسبه لي مش محتاج اكتبهم عشان مش محتاج اثبت المعلومات، هي ثابته عندي. تمام، فالله يبارك لك، اسمع الكلام، اسمع الكلام. انا عارف ان انت شايف ان الموضوع هايف وان انت ممكن تحل الكلام ده نظر ببقك عادي، بس صدقني والله الناس اللي بتتعب وبتكتب والله مش هتتساوي بالناس اللي بتقول بقها، على الرغم ان انت عارف المعلومه، بس كتابتك لها هتثبتها. تمام. طيب مركبات الكروم، نقول بقى زي ما احنا عايزين. اكسيد الكروم الثلاثي Cr2O3 في عمل الاسباغ. من ضمن مركبات الكروم تاني K2Cr2O7 اللي هو ثاني كرومات البوتاسيوم، يستخدم كعامل مؤكسد او ماده مؤكسده. مركبات المنجنيز قول بقى زي ما انت عايز. ثاني اكسيد المنجنيز MnO2 3 بحرف العين، عامل مؤكسد وعمود جاف عامل حفاز. طيب عندي KMnO4 اللي هو البرمنجانات، استخدم كماده مؤكسده ومطهره، استخدم في البتادين. طيب عندي زي كبريتات المنجنيز، كبريتات المنجنيز اللي هو MnSO4 مبيد للفطريات، مش مبيد حشري، لا مبيد للفطريات بس، مبيد للحشري كبريتات النحاس. مركبات الخرسين برضو تكتبهم الاثنين، ZnO اللي هو اكسيد الخرسين بيستخدم في الدهانات والمطاط ومستحضرات التجميل، والZnS كبريتيد بالدال الخرسين بيستخدم في صناعه الدهانات المضيئه او الطلقات المضيئه وشاشات الاشعه السينيه.
سبيكة السكنديوم والألمنيوم طيارات الميج المقاتلة. طيب سبيكة التيتانيوم والألمنيوم الطيارات العادية، الطائرات العادية ومركبات الفضاء النيكل كروم ملفات التسخين طبعا، ملفات التسخين. طريقة فيشر وتروبش هحول الغاز المائي. الغاز المائي ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن خليط من أول أكسيد الكربون زائد الهيدروجين. خليط من أول أكسيد الكربون والهيدروجين، فيحول الغاز المائي إلى وقود سائل. طريقة هابر وبوش. ماشي، طريقة هابر وبوش دي تحضير غاز النشادر. فين؟ في الصناعة، مش في المعمل، في الصناعة. طيب اكتب رموز العناصر وصيغ المركبات التي تعبر عن العبارات التالية. عنصر من عناصر السلسلة الانتقالية الأولى يوجد بكميات ضئيلة في القشرة الأرضية، يبقى ده عنصر السكنديوم، كان بيحتل الترتيب العاشر فيهم، موزع على نطاق واسع ونسبته قليلة. عنصر يضاف إلى مصابيح أبخرة الزئبق، يبقى برضه ده السكنديوم. طيب عنصر يستخدم في عمليات زراعة الأسنان والمفاصل الصناعية، ده الباشا اللي اسمه التيتانيوم. مركب يستخدم كصبغة في صناعة السيراميك والزجاج، يبقى ده V2O5. مركب يستخدم كعامل حفاز في المغناطيسات في وقت التوصيل هو نفسه V2O5. مركب يستخدم كعامل حفاز في صناعة حمض الكبريتيك بطريقة التلامس هو نفسه V2O5 خامس أكسيد الفاناديوم. العامل الحفاز المستخدم في صناعة غاز النشاد بطريقة هابر وبوش، يبقى الباشا اللي اسمه حديد. مركب يستخدم في عمل الأصباغ، ده أكسيد الكروم الثلاثي أو ثالث أكسيد الكروم. أحد مركبات الكروم المستخدمة كمادة مؤكسدة، ده ثاني كرومات البوتاسيوم K2Cr2O7. عنصر انتقالي ليس له استخدامات في الحالة النقية، يبقى أقول المنجنيز وأقول الحديد برضو، الاثنين ما لهمش استخدامات في الحالة النقية، بس الأفضل الأفضل لو أنت هتختار واحد فيهم اختار المنجنيز. مركب لعنصر انتقالي يستخدم في صناعة العمود الجاف، يبقى ده ثاني أكسيد المنجنيز MnO2. طيب عنصران انتقاليان من السلسلة الانتقالية الأولى يستخدمان في طلاء المعادن، يبقى ده النيكل وعندك الكروم، وعايز عنصران وخلاص. طبعا ما اقدرش اقول الخرسين لان الخرسين اصلا كده كده غير انتقالي، هو قال لي عنصران انتقاليان. عنصر يستخدم في دباغة الجلود، ده الكروم. عنصر انتقالي يستخدم في صناعة الكابلات الكهربية، ده الباشا اللي اسمه النحاس. عنصر انتقالي تتركز معظم استخدامات في جلفنة باقي العناصر، يبقى ده الخرسين زد ان، بس الكلمة دي غلط، هو مش عنصر انتقالي، هو عنصر غير انتقالي. هنعرف الكلام ده قدام ان الخرسين غير انتقالي. مركب يستخدم في صناعة الدهانات والمطاط ومستحضرات التجميل، يبقى ده ZnO أكسيد الخرسين. اكتب القيمة العددية لكل من رقم آخر مجموعة من عناصر الفئة دي في الجدول الدوري، آخر مجموعة اللي هي الثانية بي، المجموعة الثانية بي دي آخر مجموعة خالص، بتبدأ ب3 بي تنتهي ب2 بي. عدد الأعمدة الرئيسية في الفئة دي 10، بدل قال لي الأعمدة. عدد المجموعات 8. رقم الدورة التي تقع فيها السلسلة الثانية زود عليها 3، يبقى في الدورة الخامسة. احنا قلنا رقم السلسلة بيقل عن رقم الدورة ب3، فأكيد رقم الدورة هيزيد بكام؟ ب3. تمام كده؟ تمام. فهو في السلسلة الثانية حط عليها 3، يبقى في الدورة الخامسة. طيب بعد كده رقم 5. النسبة الوزنية للحديد في القشرة الأرضية، النسبة الوزنية في القشرة الأرضية 5.1%. طيب السؤال التاسع يا عم الباشا بيقول لك ماذا يحدث عند إضافة نسبة ضئيلة من السكنديوم إلى الألمنيوم؟ تتكون سبيكة. ما خلي بالك السكنديوم والألمنيوم ضيف للذات، يبقى أقول كده تتكون سبيكة. وقول مميزاتها بقى: تمتاز بالصلابة والخفة، وتستخدم في عمل الطائرات المقاتلة، اللي هي طيارات الميج المقاتلة. جميل جدا. طيب بعد كده عندي رقم 2. إضافة السكنديوم إلى مصابيح أبخرة الزئبق تتكون سبيكة تمتاز بضوء عالي الكفاءة، يبقى هي تمتاز بضوء عالي الكفاءة يشبه ضوء الشمس، يستخدم في التصوير الليلي. طيب ماذا يحدث عند إضافة نسبة ضئيلة من الفاناديوم إلى الصلب؟ يكسبه، يعني الفاناديوم يكسب الصلب.
طب يبقى يكسبه، يبقى قلنا هيكسبوا قساوة عالية ومقاومة للتآكل تجعل السبيكة. ممكن انت تكمل، انت ممكن تكتب الكلمتين دول وخلاص، بس انا بحب اكمل تجعل السبيكة بينهما، يعني السبيكة اللي متكونة ما بينهم يعني مقاومة، تجعل السبيكة بينهما صالحة زنبركات السيارات. تمام يا باشا، يعني هيخلي السبيكة اللي ما بيننا هتتكون تصلح لاستخدامنا كزنبركات للسيارات اللي هي السوسته بتاع العربية. رقم 4، ماذا يحدث عند وضع كمية محسوبة من كبريتات النحاس في مياه الشرب تتنقى؟ اهي تتنقى مياه الشرب، لأن احنا قلنا أصلا لأنها تستخدم كمبيد حشري ومبيد للفطريات. طيب رقم 5، وضع محلول فينج على سكر الجلوكوز، هنقول ان هو يتحول لونه من الازرق الى البرتقالي. جلفنة الفلزات بالخرسين حمايتها من الصدأ والتآكل. انت عارف يا عسل ان اصلا كلمة جلفنة يعني طلاء، صح كده؟ فانا كده سواء هجلفن او هطلي كده انا بطليك او بجلفنك عشان احميك من الصدأ والتآكل، لا انا احميك من العوامل الخارجية. تمام؟ طيب اختر من العمود B وC ما يناسب العمود A. طيب تعالى كده بالراحة. اول حاجة العمود A، تيتانيوم. التيتانيوم ماله توزيعه؟ عدد ذرة 22، ارجون 18، 4 اس 2 3 دي 2، فهياخد السي اهو، يبقى واحد هياخد السي. طب ماله التيتانيوم يستخدم احد مركباته كماده مؤكسده؟ لا. نظيره لا. يستخدم في لا. يستخدم سبائكه مع الالومنيوم في صناعه مركبات الفضاء، ايوه دي، يبقى مع رقم 4، يبقى 1 مع س مع 4. طيب رقم 2 الكروم 24، 4 اس 1 3 دي 5 عشان كان شاذ اهو، فهينزل تحت الرقم دي. طب الكروم بيستخدم في دباغه الجلود اللي هي رقم 3. تمام جميل. المنجنيز 25، 4 اس 2 3 دي 5 اللي تحتها اهي. المنجنيز يستخدم احد مركباته كماده مؤكسده ومطهره اللي هي KMnO4 اللي هي البرمنجانات. يبقى الباشا دوت نقدر نطلعه فوق كده اهوت بالشكل ده. جميل. الكوبالت 27، 4 اس 2 3 دي 7 اهوت رقم بي. الكوبالت يستخدم في بقى؟ يستخدم نظير المشع 60 في حفظ الاغذيه عشان بيطلع اشعاع جامع، يبقى مع رقم 2. النحاس 4 اس 1 3 دي 10 اللي هي مع رقم 1 اهي عندك رقم 1. طيب النحاس يدخل في تركيب محلول فيننج، ايوه، يبقى مع رقم 5. تمام كده، يعني وصلهم وخلاص مع بعض يعني. طيب بيقول لك قارن بين طريقه هابر وبوش وطريقه فيشر وتروبش. والله طريقه هابر بوش اللي هنيجي نتكلم عنها رقم 1 يستخدم فيها الحديد كعامل حفاز. طب الناحيه الثانيه نفس الكلام يستخدم فيها الحديد كعامل حفاز، يبقى ده وجه التشابه ما بيننا احنا الاثنين. طيب بعد كده نبدا نشرح طريقه هابر وبوش. هنقول ايه؟ هي طريقه تستخدم لتحضير غاز النشادر في الصناعه. خلي بالك ان انا بحضره في الصناعه مش في المعمل. يبقى هي طريقه تستخدم لتحضير غاز النشادر في الصناعه من عناصره الأولية. أما هناك هي طريقة تستخدم لتحويل الغاز المائي ما بين قوسين كده وهو خليط من أول أكسيد الكربون والهيدروجين إلى وقود سائل. تمام كده؟ يعني هتقول الطريقة ديت والطريقة دي، خلصنا بس. تمام؟ طيب رقم 12، ما اسم العنصر أو المركب أو السبيكة المستخدمة في علاج المشكلات الآتية؟ ضعف هياكل الطيارات المقاتلة عند الاحتكاك بالهواء الجوي. الطيارات المقاتلة يبقى مين العنصر أو المركب أو السبيكة؟ يبقى هقول بقى إن اللي بيستخدم هنا سبيكة السكنديوم زائد الألمنيوم. سبيكة السكنديوم مع الألمنيوم هي اللي بتحل المشكلة دي. طيب ضعف الإضاءة الليلية عند التصوير التلفزيوني، يبقى هنقول هنا سبيكة السكنديوم زائد الاتش جي اللي هو بخيرة الزئبق. طيب تآكل وصدى عبوات المشروبات الغازية، يبقى دي برضو سبيكة الألمنيوم زائد المنجنيز. يبقى كلهم كده سباك يعني. طيب بيقول لك اختر من العمود B ما يناسب العمود A. تمام. الكوبالت، هل الكوبالت مبيد حشري؟ لا.
طب هل هو في صناعه الطلاءات المضيئه والشاشات؟ ده بيستنى. مين اللي مبيد حشر ومبيد للفطر؟ اصلا مش هنقعد نعيد الكلام كله تاني. مين اللي مبيد حشر ومبيد للفطريات؟ كبريتات النحاس. فين كبريتات النحاس؟ في كبريتات النحاس هي اللي هي رقم 10، يبقى رقم أ دي مع رقم 10. تمام. طيب رقم ب في صناعة الطلاءات المضيئة وشاشات الأشعة السينية كبريتيد الخرسين اللي هي رقم 11. يبقى دي كبريتيد الخرسين رقم 11. جميل جدا أهي يا مستر. طيب رقم ج في جلفنة الفلزات لحمايتها من الصدأ، ده الخرسين ذات نفسه. فين الخرسين ذات نفسه؟ الخرسين رقم 7، يبقى رقم 7. طيب رقم د صبغ في صناعة السيراميك والزجاج وصناعة المغناطيسيات، يبقى ده طبعا خامس أكسيد الفاناديوم، صبغ السيراميك والزجاج. فين خامس أكسيد الفاناديوم؟ رقم 12. طيب رقم ه في زراعة الأسنان والمفاصل، يبقى ده طبعا التيتانيوم اللي هو رقم 2. طيب رقم واو في صناعة المغناطيسات والبطاريات الجافة ولها 12 نظير مشع، ده طبعا الكوبالت مشهور يعني. الكوبالت فين؟ رقم 1. رقم 1 اللي هو الكوبالت. في مستحضرات الحماية من أشعة الشمس، ده ثاني أكسيد التيتانيوم، مش التيتانيوم، ثاني أكسيد التيتانيوم اللي هو التيتانيوم دايوكسيد اللي هو رقم 13. 13 تمام. يضاف إلى مصابيح أبخرة الزئبق لإنتاج ضوء عالي الكفاءة يشبه ضوء الشمس، يضاف إلى أبخرة الزئبق، يبقى ده السكنديوم، يبقى رقم 8. في الخرسانة المسلحة مش هكمل، ده الحديد، الحديد اللي هو رقم 3. طيب مبيد للفطريات بس كبريتات منجنيز بس اللي هي رقم 15. اما المبيد للحشر والفطريات اللي هو 2 في 1 اللي هي كبريتات النحاس. رقم ك في صناعه سبائك العملات المعدنيه، يبقى ده طبعا النحاس اللي هو رقم 6. صناعه الاسباغ، بيقول لك صناعه الاسباغ ده اكسيد الكروم الثلاثي او ثالث اكسيد الكروم عمل الاسباغ اللي هو رقم 16. جميل. يكون مع الالومنيوم سبيكه لصناعه عبوات المشروبات الغازيه، يبقى ده المنجنيز، منجنيز على الالومنيوم، سبيكه تستخدم في صناعه قلب الكنز اللي هي المشروبات الغازيه. فين المنجنيز؟ المنجنيز مش مكتوب ولا ايه المنجنيز؟ المنجنيز هو رقم 14. طب صناعه الدهانات والمطاط ومستحضرات التجميل، دهانات مطاط مستحضرات التجميل، يبقى ده اكسيد الخرسين زد ان او اللي هو رقم 9. هو الوحيد اللي جه في الامتحان قبل كده تجريبي 2025. طيب في طلاء المعادن ودباغة الجلود، يبقى ده الكروم بس. طلاء المعادن ودباغة الجلود يبقى ده الكروم بس، يبقى رقم 4. طيب رقم ع صناعة عبوات المشروبات الغازية سبيكة الألمنيوم مع المنجنيز، السبيكة على بعضها اللي هي رقم 17. طيب صناعة زنبركات السيارات، يبقى دي سبيكة الحديد أو الصلب مع الفاناديوم. هو حتى بيقول لك ايه بقى صناعة زنبركات السيارات مع الحديد، يبقى أنا عايز الفاناديوم بس اللي فاضل. الفاناديوم فين؟ الفاناديوم رقم 5. تمام. هو انت لاحظت كده احنا الحمد لله يعني خلصنا الدرس الاولاني تمام كده، تم بحمد الله. تنساش بقى ايه ان انت تبلغ كل زمايلك وتعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصل لكل الناس والناس تسمع. وباذن الله رب العالمين مكملين حل الباب الاول كاملا باذن الله من كتاب الطيب على اليوتيوب. تمام يا بطل؟ طيب اللي انا عايز اقوله بس وكمان الشرح بتاع الباب الاولاني كده كده كامل هينزل على اليوتيوب. احنا بدانا فعلا ونزلنا اول محاضره النهارده. طيب ركز بقى معايا الله يبارك لك كده. لو انت لاحظت كده في الحاجات اللي احنا بنحلها، احنا عدنا تقريبا الدرس الاولاني عدناه يجي 5 6 مرات واحنا بنتكلم. ليه؟ عامل يعيد ويزيد في الكلام، اهو الاعاده والزياده دي اللي بتثبت لك المعلومه. فانا لما اجي اقول لك اكتب ورايا، لما اجي اقول لك اقعد اكتب الحاجات دي ما تقعدش تحل نظري. فايده الكلام ده ان انت بتثبت المعلومه اكتر عندك، وده مهم جدا جدا جدا. وعلى فكره ده اهم من ان انت تقعد تذاكر وتقعد تحفظ طول الليل والنهار وتعمل الحوارات دي. لا، ذاكر مذاكره نص نص بس حل بضمير. حل بضمير هتلاقي نفسك بتعيد الدرس 5 مرات في نفس الحل. بس اهم حاجه ان انت تكون بتكتب، معلش ايديك هتتكسر من الكتابه بس ده هيثبت المعلومه في دماغك. تمام يا بطل؟ ربنا يوفقكم، ربنا ييسر اموركم ويسدد خطاكم ويقويكم باذن الله على المواد اللي عندكم دي. بالتوفيق باذن الله. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسوا الدعاء لوالدتي بالرحمه والمغفره.